تعرف ان التلفزيون بتاعك ممكن يكون مسكون؟ لا والتلاجة كمان، وما تستبعدش الغسالة. تعال اقول لك، في ناس كتير قوي بتقول ان العفاريت والارواح بتسكن البيوت القديمة اللي محدش ساكن فيها، وبتظهر بقوة لما الناس بتعمل حاجات روحية، يعني حاجة كده زي جلسات الويجا مثلا. بس شكل الارواح دي لقت عالم جديد. الحكايات عن التلفزيونات المسكونة بدأت تنتشر من نص القرن العشرين تقريبا، لما بقت لاول مره التكنولوجيا متاحه للعالم كله. وكان في ناس زمان بتقول ان القوى الخفيه دي بتقدر تتواصل مع الناس عن طريق التلفزيون، او كمان بتستخدمه كباب لدخول عالمنا. الخبراء زمان كانوا شايفين ان الاشاعات دي مصدرها واغلبها ان الناس ما كانتش واثقه في التكنولوجيا، وان التكنولوجيا نفسها كان في حاله جامده من الغموض عليها. وكمان كان في خوف ودهشه من الظواهر الغريبه اللي بتحصل في التلفزيون، زي ظهور صوره انسان او صور مزدوجه، ضباب مريب، تشويش في الصوت، وانماط ثابته غريبه. كل ده خلى التلفزيون ماده ومصدر لقصص الاشباح. في قصه كتبتها جريده نيويورك تايمز 1953 عن تلفزيون مسكون. التلفزيون ده كان في بيت عيله اسمها ترافرز في لونج ايلاند. العيله دي بتقول ان كان في روح ست بترعبهم جدا لما شبحها بيظهر ورا شاشه التلفزيون، واحيانا كمان الشبح بيطلع فوق سطح البيت. كمان بيقولوا ان كان بيحصل حاجات غريبه جدا، زي انهم بيسمعوا صوت الست بيطلع من التلفزيون حتى لو التلفزيون مقفول. القصه دي كانت من اشهر القصص وقتها في نيويورك، ولكن الصحفيين والاعلاميين لما جم البيت عشان يكتشفوا الحقيقه قالوا ان الروح دي كانت خجوله وما ظهرتش لحد غير لاهل البيت فقط لا غير. يعني كنوع من انواع السخريه. لو عايز نحكي لك قصص اكتر عن التلفزيونات المسكونه اكتب لي في الكومنتات تحت.